وأغس علينا ميثاق الاقتداء بما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة. نشهد أن لا إله إلا الله الذي ارتضى لنا الإسلام دينا ومن علينا إذ بعث فينا نبيا أميا أمينا. أما بعد فيا عباد الله، إن الدنيا قد آذنت بالانصراف والرحيل، ووضحت علامة فنائها، فلا تحتاج إلى برهان ولا دليل. فالأحمق من ملكته فاستغل بما فيها من حقير وجليل، والعاقل من أعرض عنها فجعل إذا قال فيها ظن أنه لا يبيت، وإذا بات ظن أنه لا يقيل. يواصب على سنته ويلازم، ويجتنب كل بدعة وضلالة وكل ما شاع في الولائم، ويترك ما عم وشاع في هذه الأزمنة من المناكر، عملا بمقتضى قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، فلا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ونعوذ بالله من النار. أما بعد فيا عباد الله، قال الله تعالى في حديثه القدسي: يا عبادي إني ظلمت الظلم على نفسي، إني ظلمت الظلم محرما على نفسي، وجعل بينكم محرما فلا تظالموا. وقال أيضا: الظلم ظلمات يوم القيامة، إن الله لا يظلم الناس شيئا وما ربك بظلام للعبيد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يوم يقوم المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انصرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدعاء المظلوم فإنه مستجاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته وسلم تسليما كثيرا.